السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ورمضان مبارك للجميع. مرحبا بكم في جديد على تاريخ المغرب. اليوم غادي نهضروا على واحد الدولة مهمة في تاريخ المغرب، واللي هي الدولة الوطاسية. كيفاش بدات، كيفاش وصلت للحكم، وكيفاش سالت في الأخير. إلا بغيت تعرف هادشي كامل بقى معنا حتى الأخير. الدولة الوطاسية كتنسب لقبيلة بني وطاس، وكانوا في البداية خدامين مع الدولة المارينية، كيشدوا مناصب مهمة في الدولة. ولكن من بعد ما بدات الدولة المارينية كتضعف شويه بشويه بسبب الصراعات الداخليه والمشاكل السياسيه، والطاسيون بداو كيتحكموا شويه بشويه في الحكم. في الاول كانوا غير وزراء وحكام عاديين، ولكن مع الوقت ولات السلطه كلها في يديهم، حتى تاسست رسميا الدوله الوطاسيه في القرن 15 الميلادي. العاصمه ديالهم كانت فاس، ومن تما كانوا تيسيروا بلاد كامله. ولكن في ذاك الوقت المغرب كان كيعرف واحد التحديات كبيره، منها احتيال البرتغاليين للمدن الساحليه، ضعف السلطه المركزيه، وكذلك كثره الصراعات الداخليه. من اشهر السلاطين ديال الوطاسيون كنوجدوا محمد الشيخ الوطاسي، اللي غادي نعطوا ليه حلقه ديالو بوحدو كذلك، اللي حاول يقوي الدوله ويواجه الاخطار اللي كانت محيطه بالمغرب. ولكن رغم هذه المحاولات كاملين الدوله بقات ضعيفه وما قدراتش تواجه تحديات كبيره، خصوصا مع ظهور واحد القوه جديده هي الدوله السعديه، وحتى هي غادي ندويو عليها ان شاء الله. السعديون بداو كيقواو النفوذ ديالهم في المغرب، بالضبط في الجنوب. ومع الوقت ولات عندهم واحد القوة عسكرية سياسية كبيرة، وفي الأخير دخلوا في صراع مباشر مع الوطاسيين. وفي سنة 1554 ميلادية السلطان السعدي محمد الشيخ السعدي غادي يسقط الدولة الوطاسية، وغادي يسيطر على فاس. وبهذا الشكل سالت مرحلة من تاريخ المغرب، وبدا عهد جديد مع الدولة السعدية. القصة ديال الدولة الوطاسية كتبين لنا كيفاش الصراعات الداخلية والضعف السياسي يقدر يغير مصير دولة كاملة. إذا وصلتِ حتى هنا دير لايك، خلي تعليق، وتابع الصفحة باش يوصلك كل جديد إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله.